بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنكمل بقى معاكم النهاردة تجهيزاتنا لشهر رمضان الكريم. هنعمل فانوس ان شاء الله هيعجبكم. انا استخدمت في الفكرة النهاردة كده كرتونة دي، ممكن تستبدليها بكرتونة علبة اللبن او اي كرتونة متوفرة عندك والمقاس اللي انت تحبيه. هبدأ ان انا اقيس 1 سنتي كده من على حرف الكرتونة، وهبتدي ان انا اقصها وافرغها من جميع الجهات. انا فرغت كده جهة وادي كده الكرتونة قدامكم. هبدأ بقى ان انا اثبت كده الغطا بتاع الكرتونة، وهبتدي ان انا اثبتها كده كويس بالشمع. طبعا لو الكرتونة اللي عندك ملهاش غطا وتقدري ان انتي تقفليها من فوق بأي غطا. انا عايزة الكرتونة تبقى معايا من فوق ومن تحت متدعمة كويس. هبدأ كمان ان انا هو اجيب قطعة من الكرتون وهبتدي ان انا احطها كده في القاعدة. هبتدي بقى بعد كده اجيب الشريط ده، او هو اسمه افيز، هو ده بيبقى موجود في الاجهزة الكهربائية. بصراحة ليه استخدامات حلوة قوي هتشوفوها. هبدأ بقى دلوقتي ان انا اغطي جسم الفانوس كله بيه، اللي هي الاربع جهات كده من كل جهة. هبدأ ان انا احط الشمع وهبتدي ان انا الزقه كده كويس. انا طبعا قطعته على نفس المقاس بتاع الكرتونة، وهبتدي ان انا اغطي بيه كل الكرتونة كده. اولا هيدعم الفانوس، وثانيا هيديني كده شكل حلو جدا. هتشوفوا طبعا النتيجة في الاخر هيبقى شكله عامل ازاي، لاني مش عايزه اي فواصل تبان خالص. اهو دلوقتي شكله كله لما غطيته. هبدا بقى بعد كده اجيب عصيان الشيش طاووق. انا استخدمت هنا العصيان الرفيعه مش السميكه. هبدا ان انا ادعم الفانوس بيها كده من الجنب، وفي نفس الوقت هتديني شكل جمالي جدا. وعايزه اداري الفواصل اللي ما بين الشرايط زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص مش محتاجه الجزء اللي فوق ده. هبتدي ان انا كده اقصه بالمقص، وبعد كده هيبقى معايا الفانوس زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هنا ابتديت ان انا اجيب كرتونة. الكرتونة دي مقاسها اكبر من القاعدة بتاعت الفانوس بتاعي. انا عايزاها اكبر بحوالي 2 سنتي. وانا هنا استخدمت 3 طبقات لان كانت الكرتونة خفيفة شوية، فحبيت ان انا اخليها سميكة. وهبتدي ان انا اجيب قطعة من الكرتون برضو مقاسها اقل من الكرتونة اللي فاتت. هبدأ ان انا اخليهم 2 برضو مع بعض كده، لان انا عايزاها برضو تبقى سميكة. وبرضو هكرر نفس الخطوة وهعمل واحدة كمان نفس المقاس. هبدأ بعد كده أجيب عصيان الآيس كريم. دي منها مقاسين، مقاس صغير ومقاس كبير. طبعا عصيان الآيس كريم ديت أنا مش برميها بعد ما الولاد بيخلصوها، أنا بشيلها بغسلها كويس جدا وبشيلها بستخدمها في أي فكرة معاكو. بدل ما تشتري خافض اللسان. هبدأ إن أنا أغلف كده الكرتونة من الأربع جهات. طبعا لو مش متوفر عندك العصيان الايس كريم، تقدري ان انتي تستبدليها بكرتون نفس المقاس. ابدا ان انا كده اخلص الاربع جوانب، وهبتدي برضو ان انا اعمل الكرتونة الكبيرة بالعصيان الكبيرة اللي معايا. هبدأ برضو ان انا اغطيهم كده من الاربع جوانب معايا. هبدأ بقى بعد كده اثبت الكرتونة اللي انا عملتها دي كده. هبتدي ان انا احطهم على بعض، وهبتدي ان انا اثبتهم بالشمع كده كويس. طبعا الخطوة ديت والمقاسات بتاعة الكرتون ده معتمد على الكرتونة اللي هتستخدميها في عمل المجسم اللي احنا بنعمله للفانوس ده. اهو انا كده ثبتهم في بعض. هبدأ بقى بعد كده اجيب القطعة بتاعة الفانوس. هبدأ ان انا كده اثبتها كويس بالشمع، وهبتدي ان انا اثبتها على القاعدة اللي انا عملتها. طبعا تضغطي بقى عليها كويس جدا عشان تتأكدي ان هو ثبت معاكي. وهبدأ اثبت قطعة الكرتون هنا كده فوق. هبدأ كده ان انا اثبتها عشان ابتدي اعمل القبة بتاعة الفانوس. هبتدي ان انا اجيب غطا مدور، المهم يبقى اصغر حاجة بسيطة من مقاس الكرتونة اللي فوق. هبدأ ان انا اثبته كده عليها، وعايزة كمان غطا اصغر منه اهو. هبتدي برضو ان انا احطه كده عليها برضو من فوق، وهبتدي ان انا اثبتهم في بعض كده كويس. وبكده اكون عملت القبة بتاعة الفانوس. فاضل كده خطوة معايا عايزة اعملها، ان انا احدد البرواز اللي جوه كده في اللي انا كنت قصاه ده. عايزة ابتدي ان انا اداري الكرتون ده، فهبدأ ان انا اجيب العصيان الشيش طاووق، وهبتدي ان انا اقص نفس المقاسات. وهبدأ ان انا ابروز كل شباك كده من العصيان دي كده. اخلص كل الفانوس بنفس الطريقة، لان انا عايزه الفينش في الاخر بتاع الفانوس يبقى جميل. لازم اداري اي مكان للكرتون، مش عايزه يبان الفانوس اصلا ان هو كان كرتون خالص. هبدا ان انا اجيب كده قطع من العصيان الشيش، وهبدا ان انا اعمل اكسات كده من جوه على كل شباك للفانوس.
وهبدأ بقى بعد كده ان انا اجيب قطعة من الشريط اللي انا استخدمته دوت، وهبدأ ان انا اعمل بيه يد الفانوس، وكمان لزقت خرز اهو عليه من فوق عشان يبان معايا شكله كده. وهبدأ بقى ان انا اعمل تعريجات كده بمسدس الشمع على كل الجزء اللي انا عملته دوت بالشريط. طبعا الخطوة بتاعت المسدس الشمع دي هتفرق جدا في شكل الفانوس النهائي بعد ما يدهن، لان طبعا احنا هنبتدي ان احنا ندهنه. وتقدري بقى طبعا تدهنيه باللون اللي انت عايزاه، بس انا هنا هستخدم اللون الذهبي. انا عايزاه في الاخر شكله يبقى معايا كأنه نحاس. لو عايزة تغيري اللون تقدري ان انت تغيريه عادي. انا كده اهو خلصت التعريجات اللي انا بعملها بالشمع. وكمان تقدري تستخدمي السبراي، هيكون اسهل معاكي كتير، بس يعني انا بستخدم الحاجة المتوفرة عندي واللون ده هيطلع جميل جدا في الاخر. هبدأ بقى ان انا اغطي كل الفانوس باللون الذهبي كده، ما سيبش فيه اي حاجة حتى من جوه، من بره ومن جوه. طبعا انا هنا بعد ما هدهنه هنتظر ان هو ينشف. بعد ما ينشف اشوف لو في اي جزء حاسه ان هو عايز يدهن تاني، هبتدي ان انا اعيد عليه، لان طبعا اي حاجه بتدهنيها لما بتنشف بيبان بقى لو في اي جزء ما خدتيش بالك منه وانت بتدهنيه. ابتدي ان انا ادهنه برضو تاني. انا طبعا هنا ابتديت ادهن، وعندي هنا العصيان برضو اخلي بالي ان انا ادهنها من بره ومن جوه. هنسيب بقى الفانوس ينشف براحته خالص علشان نشوف النتيجة النهائية هتبقى عاملة ازاي. ادي دلوقتي اهو الفانوس لما نشف، ايه رأيكم؟ طبعا النتيجة النهائية حلوة جدا. ودي شمعة مضيئة، هبتدي ان انا احطها كده في الفانوس. طبعا اقدر اشيلها واحطها، انا هنا ما فتحتلهاش فتحة ولا حاجة. اقدر برضو ان انا احط الشريط الليد ده شريط كده بحجارة رخيص جدا برضو مش غالي. هبدأ ان انا احطه كده جوه، او ممكن برضو ان انا احط الشريط مع الشمعة الاتنين مع بعض، هيدوني شكل جميل برضو. يا رب تكون فكرة النهاردة عجبتكم، ويكون الفانوس عجبكم. وطبعا من كرتونة عملنا فانوس جميل جدا وشيك جدا. ويلا بينا بقى على الفكرة التانية، هنستخدم في كده فيها بالونة. الفكرة النهاردة بسيطة وسهلة وهتقدروا تنفذوها بإذن الله. أول حاجة هعملها، أنا هعمل النهاردة الفانوس الكوخ اللي مكسر الدنيا. الفانوس دوت هبتدي إن أنا أجيب بالونة ونفختها ولفيت كده عليها الخيط الخيش. هبتدي بقى ان انا اجيب غيرة ابيض، وهبتدي ان انا ادهن كل الخيط اللي على البالونة. انا عايزة الجسم بتاعي طبعا يبقى ناشف. انا هنا استخدمت الخيط عشان اعمل المجسم اللي انا عايزاه. طبعا هنتظر بقى الغيرة ينشف اهو كده نشف. هبتدي ان انا افرقع البالونة، ويبقى كده الجسم بتاع الفانوس معايا. هبتدي ان انا افرغ دايرة، هعمل دايرة كده قص دايرة، هبتدي ان انا اطلع منها البالونة اللي جوه، وفي نفس الوقت انا هعمل الفتحة بتاعة الفانوس. هبتدي بقى ان انا اظبط الدايرة واظبط المقاس بتاعها. وهبتدي بقى بعد كده اجيب قطع من الكرتون، هقص قطع مستطيلات كده اللي هي عامل بيها زي الطوب. هبدأ ان انا اطريها بس كده بايدي علشان تبقى مرنة معايا وانا بلزقها على الجزء المدور ده. وهبدأ بعد كده باستخدام الشمع ان انا الزقها كلها على الخيط اللي انا عملته. وهبتدي ان انا ارصها كده زي الطوب بالظبط، ان انا الزق الطوب واللي كل اتنين فوقيهم واحدة لحد لما اخلص كل الفانوس. انا مجرد ان انا عملت الشكل اللي انا هشتغل عليه، انا هبتدي كده ارص كل القطع الكرتون كده اهو خلص كله. طبعا اي لون كرتون مش فارق، لان انا كل ده هيدهن وهيتدارى. هبتدي ان انا اغطي بالغيرة، وهبتدي ان انا اجيب مناديل. هبتدي ان انا اغطي كده كل الفانوس معايا بالمناديل. طبعا الخطوة دي مهمة، لان انا دلوقتي عايزة اخلي الطوب يديني شكل كده حجري، وفي نفس الوقت المناديل مع الغيرة بتديني متانة وبتخلي الفانوس معايا كده متين وصلب، يعني هيخليه كأنه حقيقي. فانا دلوقتي هبتدي ان انا اخلص كل الفانوس واغطيه كله بالمناديل. وبعد كده هبتدي ان انا طبعا ادهنه. انا هنا هستخدم في دهان الفانوس اللون البني. وبعد كده هبتدي ده كبطانة، وبعد كده هبتدي ان انا افتحه شوية علشان يديني تدريج كده للكوخ اللي معايا. طبعا انا بحاول اقربه للشكل الحقيقي، وتقدري ان انت تغطيه باي لون انت تحبيه. ان شاء الله بحاول اقدم لكم افكار تقدروا تنفذوها، وفي نفس الوقت تكون سهلة وبسيطة. دلوقتي انا كده خلاص خلصت ونشف. انا دلوقتي دهنته باللون البني، وهبدأ بقى بعد كده اجيب لون ابيض على اللون البني، وهعمل درجة كده من اللون الكاكاوي الفاتح او البيج.
هابتدي إن أنا أطعّم بيه الفانوس من فوق. أنا مش عايزة أغطّي البطانة اللي أنا عاملاها دي، أنا عايزة أسيب أجزاء كده باينة من اللون البني اللي تحت علشان تدّيني شكل الطوب يبان ويظهر معايا. هابدأ إن أنا أغطّي كده كل جسم الفانوس معايا باللون البيج، وبعد كده هاسيبه برضه تاني ينشف ونرجع نشوف هنعمل فيه إيه تاني. أنا كده خلاص خلّصته وهو كده أهو خلاص أهو نشف. هابدأ بقى بعد كده أجيب قلم فلوماستر أو أي قلم ألوّن بيه. هنا اخترت قلم بني، وبعد كده لقيته مش باين، ابتديت إن أنا أحدده بالأسود كده علشان يبان الطوب معايا أكتر. هابدأ بقى بعد كده أجيب قطع كرتون مقاساتهم كده متفاوتة عشان أعمل زي سلم كده هاحطه جوه كوخ. هابتدي إن أنا بس ألزق كل قطعتين في بعض عشان يدوني كده سماكة، وبعد كده هابتدي إن أنا أحطهم فوق بعض علشان أعمل شكل السلم. أنا هنا مش هاغيّر اللون الكرتون، أنا عايزاه زي ما هو كده بني، لإن أنا باعمل كوخ ومفروض إن هو بتبقى حاجته كده بسيطة، ما فيهوش يعني دهانات ولا فيه أي حاجة. هابدأ بقى بعد كده إن أنا ألزقهم بقى في بعض. أنا هنا باعمل بس الجزء اللي باين كده من السلم، هابتدي إن أنا ألزقهم بقى كده فوق بعض متفاوتين عشان يعملوا لي شكل السلم. لحد كده دلوقتي كل الخامات تقريبا سهلة ومتوفرة عندنا كلنا، يعني ما استخدمتش خامات اوفر ولا اي حاجة. كل بس ولو مش عندك على فكرة خيط الخيش ممكن تستخدمي خيط صوف، خيط قطن، اي خيط عندك، لمجرد بس ان هو يعمل لك الجسم الدائري اللي احنا عايزينه. هبدأ بقى بعد كده اجيب قطعة من الكرتون علشان اعمل بس السطح اللي انا هوقف عليه اي حاجة جوه الديكور اللي جوه يعني. هبتدي ان انا الزقهم كده بطريقة عشوائية، انا عايزة بس اخلي فيه سطح الزق عليه اي حاجة، وهبتدي ان انا احط قطعة خيش اغطي بيها الكرتون. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب السلم اللي انا عملته، هبتدي برضو ان انا الزقه كده جوه بالشمع. وجبت جزء برضو كده من الكرتون هعمله زي اسطواني، هعمل كده زي شكل كده كوخ او بيت صغير جوه كده. هبدأ ان انا اعمل برضو زي قرطاس كده عليه وهغطيه بالخيش، وهبتدي ان انا الزقهم في بعض، وبرضو ده هيبقى ديكور عندي جوه الكوخ. هبتدي ان انا كده احط الزقه برضو بالشمع كده جوه. وبعد كده هابتدي إن أنا أجيب شخصية من شخصيات فوانيس. أنا هنا عندي دي كانت ورقة كده من زينة، أنا مش عايزة أكلف نفسي وأجيب لعبة أحطها. أنا عندي أي ورقة عليها الشخصية اللي تحبيها هتقصيها وتحطيها تلزقيها على الكرتونة. وبعد كده جبت الجزء دوت اللي أنا هكتب عليه هنا كده من فوق كلمة رمضان، هبتدي إن أنا أغطيه برضو بنفس اللون اللي أنا استخدمته، وهبدأ إن أنا أجيب برضو اللون البني وابتدي ادرج كده اللون في الحروف علشان يديني كده شكل مبروز كده. هبدأ بقى بعد كده ان انا اجيب قطعة من الفوم وهكتب عليها كلمة رمضان بالانجليزي كده، وهبتدي ان انا بقى افرغها والزقها كده على قطعة الكرتون اللي أنا لزقتها. وبعد كده هبتدي إن أنا أجيب قطعة من الخيط الخيش وهبدأ إن أنا أشتغلها غرزة السلسلة، ده طبعا كروشيه. هبدأ بقى بعد كده إن أنا ألف حوالين الدايرة دي، أنا عايزة أغطي أي جزء من الكرتون أو الخيط اللي جوه، يعني نخلي شكل المقدمة بتاعة الفانوس كده حلوة. وممكن تستبدلي الخطوة دي بخيط سميك أو إن انت تضفري الخيط يدوي، علشان في ناس مش بتعرف طبعا تشتغل الكروشيه. أنا كده خلاص خلصت لف الدايرة، وهبدأ بقى بعد كده إن أنا أعمل اليد بتاعة الفانوس برضو من نفس الخيط اللي أنا اشتغلته. هفتح كده فتحة صغيرة كده بالمقص، وهثبت الايد وهثبت الشخصية اللي انا عملتها اللي هي الفنانيس، وهحط بقى كده شمع مضيء كده جوه، وده كمان سلك ليد كده بحجارة هبتدي ان انا احطه برده جوه. تقدري طبعا تحطيه لوحده، تقدري تحطي الشمع بس،